الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي وجبة غداء بدون يعني بدون لحوم. كنحتاجو لها غير كاس ديال الروز، يعني روز كلاصي كما كتشوف، الروز العصفر، وعلبة ديال الطون صغيرة، وثلاثة حبات ديال المطيشة. بقاو معايا في طريقة التحضير. أول حاجة كنبداو بها هي الكاس ديال الروز، كنحطوه في الكاسرونة كما تشوفوا. غادي نمشيو نغسلوه. يلا اول حاجه كنغسل الروز كما كتشوفوا، كنغسلوه مزيان، كنحيد منه داك بحال الدقيق بحال النشا. صافي، وغادي نضيف عليه الماء. صافي، وغادي نحطو على النار متوسطه، نخليه يغلي. غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الملح، صافي نغطيو عليه مره ملي يبدا يغلي. غادي نعريو عليه شويه باش ما يفيضش لينا. دابا ما بقى لي الا نصفيه. تبارك الله، غير كاس ما شاء الله كيعطي واحد الكميه كبيره ديال القرص. نخوي عليه الماء باش يحيد منه النشا باش يبقى صافي، ونخليه يتسقطر. بعد ما سلقت الروز وصفيته حطيته هنايا في هذا الطبسيل كما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ مطيشه، يعني 3 الحبات ديال المطيشه صغار، وغادي نقطعهم، نقشرهم ونقطعهم. كما كتشوفوا بعد ما قطعت نقيت مطيشه، دابا كنقطعها تقطع يعني صغير. كندير فيها شويه، شي معلقه ونص ولا معلقه تقريبا ونص ديال زيت المائده، وكنحط عليها واحد 3 الفصوص ديال الثوم يعني محكوكين. صافي نخليها تدبل شويه. دابا غادي نحط عليها مطيشه صافي، ونخليها حتى تدبل هاد المطيشه مزيان وتذوب. شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، يعني الفلفل الاسود. صافي، ونخليو هاد المطيشه حتى تنزل لينا مزيان، تولي بحال لاصوص. من بعد ما نزلت مطيشه ودابت يعني ولات بحال لاصوص، غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال يعني المطيشه المركزه. صافي، وغادي نضيف العلبه ديال الطون كما كتشوفوا. صافي، غادي نحركو. صافي، وغادي نضيف عليه دابا الارز اللي هو ديال الروز اللي كما شفتوا. تبارك الله، غير كاس ما شاء الله شحال عطانا. يعني هاد الوصفه يديرها الكبير والصغير، يديروها البنات والولاد، يعني سهله متناول الجميع. صافي، غادي ناخذ هاد الروز كامل وغادي نلبسو بهاد لاصوص. شوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الروز ديالنا. كيجي زوين بزاف، كيجي رائع، كتجي حبه على حبه، ما كيجيش معجن. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. الا عجبتكم ما تنساوناش باللايك ديالكم والتعليقات ديالكم، راه كيحفزونا وكيخليونا نمشيو لقدام. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.